مسيك بالخير. مسيك بالخير. سلام. لا إله إلا الله. إيه أنت. إيه إيه أنا خويك سامي. إيه سلامات، شفيك؟ أبد يا أخي، والله زهقان وطفشان، مالي خلق أقابل أحد ولا أقدر أركب كلمة واحدة. طيب يا حبيبي، سلامتك، والله إنك طيب وكويس. لو والله بس يفكك من ذلولو، والله أنت تصير أكوس واحد في العالم، والله وزيادة. وش فيها اللولو؟ ترى علاج، مو بمخدرات. داري حبيبي انها علاج، الليرك علاج، بس انت تاخذه اجواء وهبال، ما تاخذ علاج. والله راحت الاجواء والفله، ما عاد ينعش راسي شيء، الله بيرتاح بس. طيب وش رايك يا حبيبي تصوفها وتعيش طبيعي وترتاح؟ جرب والله انت ترتاح. يا حبيبي حاولت وحاولت وحاولت لين فحط. أول ما بطلها كني جني، لا ليلي ليل ولا نهاري نهار، بطني راسي عظامي رجولي. عادي يا حبيبي، هذه اسمها أعراض انسحابية، إذا عرفت تتعامل معها والله بتبطل وتزين أمورك. بس أنت أصمل، صامل أنت. والله أني صامل، بس شلون؟ طيب أبيك تصحصح معي زين في الحلقة اليوم، وابشر والله أنت بطل بحول الله. زين. يلا توكل على الله. المهم ركز معي ولا تنام، تكفى. زين. طيب يا حبيبي اصحى، لا تنام يا ربي. طيب معك. السلام عليكم، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم دوبامين. وإذا كانت هذه أول مرة تشوفونا فيها، لا أحد يشترك في القناة ولا تحطون لايك، والجرس كل ما صلحناه خرب. لا والله، اشتركوا في القناة ونتشرف انكم تحطون لايك، والجرس هذا نحط محله جرسين لو خربان. الله يحييكم جميعا. حلقتنا اليوم بنتكلم فيها عن لولو. لا مش لولو اللي في بالك. لولو اسم دلع لمادة خطيرة انتشرت اليوم بين الشباب والبنات بقوة السنوات الأخيرة، الليريكا، الاسم التجاري لعقار البريغابالين. عقار تم ترخيصه عام 2004 عن هيئة غذاء الدول الأمريكية الFDA، واستخدم هذا العلاج علاج الأعصاب، الناجم عن مرض السكري، مهدئ لآلام الأعصاب بشكل عام، مضاد للصرع، أيضا يستخدم أحيانا لاضطرابات القلق. البريغابالين مدرج في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الأدوية المراقبة الخاضعة للرقابة. ليه؟ لأنه يؤدي إلى مخاطر صحية إذا أسيء استخدامه ويسبب الإدمان. طبعا مركب البريغابالين فيه عدة أسماء تجارية في السوق، شركات: ليريكا، ليرجابا، نيرفاكس، زيجا، بريغاديكس، نيوروجاب وغيره. كل المركبات هذه لها نفس التأثير وتخضع لنفس التنظيم القانوني حتى في المملكة العربية السعودية. طبعا الليريك يأتي في عدة عيارات: عيار 75 ملي جرام و150 و300. كبسولات أحمر وأبيض، أحمر أبيض، في على حسب النوع وحسب أيضا الجرعة أو العيار. طيب ليه الليريكا بالذات أو البريغابالين؟ هل هو الدواء الوحيد اللي خاضع للرقابة أو يساء استخدامها؟ لا، لكن في 4 جوانب مهمة ركزوا معي فيها في الليريكا بالذات من بين الأدوية الخاضعة للرقابة. الجانب الأول: زيادة وكثرة عدد المستخدمين والضحايا. في السنوات الأخيرة انتشر بين الشباب والبنات بكثرة في السعودية ودول الخليج، من خلال حالات اللي ألتقي بها صراحة يوميا عندي في العيادة في المركز. ما يكاد يمر يوم إلا وعندي أكثر من حالة من مدمني الليريكا. الأمر الثاني:
زيادة عدد الضبطيات. بيانات وزارة الداخلية المعلنة في المملكة العربية السعودية لا تكاد تخلو من ضبط كميات وأحيانا كميات كبيرة جدا من هذه المادة، وهذا الأمر يشير إلى أن شبابنا وبناتنا في المنطقة في الخليج بشكل عام مستهدفين بهذه المادة. وهناك أيضا أمر خطير وجديد في تهريب الليريكا. عصابات التهريب تحولت إلى تهريب هذه المادة على شكل بودرة بريغابالين ومسحوق يستورد على هيئة مستحضرات أو نكهات قهوة أو غيرها من الحيل، لكن بفضل الله الجهات الأمنية والجمركية عندنا مصحصحة واكتشفت هذه الحيل وضبطت العديد من الكميات بهذه الطريقة. الأمر الثالث المتعلق بالليريكا التصنيع البدائي. الليريكا اليوم لم يعد مجرد علاج دوائي يصنع في شركة أو مصنع، بل انتشر في السوق اليوم مركبات الليريكا الهندية، المسحوق البودر اللي قلت لكم اللي بريغابالين اللي يعبأ بطريقة بدائية. في خبر صادم جدا في الكويت، تذكرون قبل أشهر في فبراير سنة 2023 اللي احنا فيها، أعلنت السلطات الأمنية في الكويت مداهمة أكبر مصنع للأدوية في تاريخ الكويت في محافظة الأحمدي. ضبط فيه آلات معدات خاصة لضغط الأقراص، وضبط فيه أيضا 15 مليون حبة أو كبسولة ليريكا، وأكثر من نص طن بودرة للبريغابالين المادة الليريكا جاهزة للتعبئة. الملفت والخطير جدا ودققوا في الكلام هذا، نشر أنه نصف الكمية هذه اللي عند العصابة كانت مخصصة للتهريب إلى دولة مجاورة. تعرفون من هو الدولة؟ القيمة المالية اللي كانت المخدرات مضبوطة في عملية الكويت تصل إلى 100 مليون دولار، والعقل المدبر لها شخصين كويتيين ومعهم شخصين آسيويين تدعمهم وتقف وراءهم عصابة دولية منظمة أرسلت لهم ذي الآلات والمواد الخام من الصين. الأمر خطير جدا. الأمر الرابع اللي الخاص بالليريكا موضوع الخلط. الشباب اليوم البنات يخلطونه مع بالذات الحشيش ومع الكحول. طبعا هالمادتين هذه فيها نوع تهبيط، مع تهبيط الليريكا انت مجمع عليك يعني اكثر من مادة، وبالتالي تزيد من اثارها التدميرية على الدماغ. هذا خطير جدا. كيف يؤثر الليريكا في الدماغ؟ الليريكا مرتبط بالنهايات العصبية المتعلقة بالألم. الألم كيف نشعر بالألم؟ لو عندي انا شمعة زين ومديت يدي لها زين، قبل الأح هذه لما ألمس الشمعة في شيء كبير يصير في الجسم. الخلية اللي تتعرض للألم ترسل إشارات عصبية عبر اليد إلى الدماغ. الدماغ ايش يسوي؟ يترجم الإشارات هذه إلى شعور بالألم. هناك في الدماغ قنوات اسمها قنوات الكالسيوم، هذه القنوات هي المسؤولة عن مرور ممرات بوابات. الليريكا وش يسوي؟ هذا الليريكا هذا مشاغب يجي ويقفل القنوات، قنوات الكالسيوم، وبالتالي يضيقها، وبالتالي مرور إشارات الألم يكون أقل وأضعف، وبالتالي شعورك بالأمل يخف. كذلك نبضات المخ وحراك المخ يقل، وبالتالي الصرع يفيد في علاج الصرع. طبعا هذا الموضوع دوائي، هذا التأثير الدوائي خير للمرضى حتى ما يحسون بالألم. ليش الشباب والبنات يعني يستخدمون الليريكا ويتضررون؟ مشكلة الليريكا انك تسيء استخدامه، تاخذه ليس بطريقة دوائية تزيد فيسوي لك مشاكل في الدماغ. بداية ما يعطيك ضرر واضح، يعطيك روقان، راحة، ينسيك الألم، انفتاح على الآخرين، تقابل الناس وانت والله وجهك قوي. لكن بعد فترة مع الوقت مع زيادة الجرعة يسبب لك إدمان، ويصبح الإنسان لا يمكن يرتاح أو يطمئن أو يروق أو يقابل الناس إلا بالليريكا. الأمر المؤسف جدا بالنسبة للمدمن أو مسيء الاستخدام بالنسبة للليريكا إنه تأثير جرعة الليريكا اللي كانت تعطيك الجو هذا اللي تبغاه ما عاد ينفع معك. التأثير هذا يروح، فيضطر المريض للأسف أو مسيء الاستخدام أو المدمن إلى زيد دبلها، وبالتالي يتكبد الأضرار والخسائر الكبيرة وتتجذر عند المشكلة. وإذا شاف الأضرار يبغى يبطل، يكتوي بشيء خطير اسمه الأعراض الانسحابية. أحيانا تكون أعراض عنيفة ترده عن التعافي ويبقى أسيرا لهذه المادة. طيب، منهم أكثر الناس عرضة للليريكا. الليريكا يصطاد في الإدمان 3 أصناف. الصنف الأول الناس اللي عندهم أمراض، اضطرابات نفسية، قلق، هلع. ذول الناس يعطيهم الليريكا نوع من نسيان الألم، يعطيهم التهدئة، نوع الثقة بالنفس. النوع الثاني الناس اللي عندهم تاريخ إدماني، إدمان أي مخدر أو مسكر. المدمنين هذه المخدرات والمسكرات يبون يرتاحون، بيكتون بأضرارها، فيقولون خلاص حول على الليريكا. زين، فالمشكلة أنه يطلع من جرف الدحديرة مثل ما نقول، يطلع من حفرة إلى وادي سحيق، يدخل في الليريكا يظن أنه خلاص والله هذا علاج، من مشكلة تفك من الحشيش والشراب والمصايب والهيروين ولا مدري إيه ولا الشبو، يدخل في إدمان الليريكا للأسف الشديد ويتعلق فيه ويصبح عنده مشكلة صعب الخروج منها.
ثالثا الناس اللي عندهم رهاب وضعف شخصية، ما يقدر يقابل الناس، الليريكا للأسف الشديد يعطيه نوع من الوهم انه قوي، هو مسكين والله ما عنده شيء. طيب اخذ الجرعة بكم ساعة وحس انه قوي مثل ما نقول شجاع وعنده جرأة، بعد كذا تكبد ادمان ووقع في الفخ هذا وشو يعني؟ انا اخذها بس بقابل الناس، بعد كذا تصير جزء من حياتك. بعض الشباب يقول انا اخذ الليريكا بس المناسبات، ويكند، فهلوة كذا، بروق اخر الاسبوع، انا عندي ضغط دوام بس اجي اخر الاسبوع اخذها يوم. حبيبي يوم بعد يوم يكون عند الاسم شيء اسمه تحمل او تكيف خلوي، يعني الدماغ حتى الحبة ما عاد تمشي، حبتين ما عاد تمشي، يوم ما عاد يمشي، يوم بعد يوم تصبح يعني تاخذ المادة بشكل يومي وبشكل أكثر شراهة. متى يحصل الشيء هذا؟ في ناس يجي سريع على طول منحدر، وفي ناس يعني يطول لكنه مرده أنه يكون عنده إدمان شديد للمادة. وش أضرار الليريكا؟ الليريكا لها أضرار كثيرة، أذكر أهمها فقط: الدوخة والنعاس، الوهن، كسل والتعب في الجسم، تقلبات المزاج، الاكتئابات وخاصة عند فقد الجرعة، مشاكل في الإبصار، ضعف الرؤية، زيادة في الوزن بسبب الشهية المفرطة بغير صحة، كوابيس وأحلام مزعجة، مشاكل في الجنسية، ضعف الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب وسرعة القذف، ضعف الذاكرة، مشاكل باطنية وخاصة في الإمساك، القيء وانتفاخات في البطن، تشنجات وآلام في العضلات، ارتفاع ضغط الدم وتسارع نبضات القلب، المشاعر الكذابة، تسبب قرارات سيئة لدى متعاطي الليريكا في زواجك، في أسرتك وبيتك ومع عيالك، وقراراتك المالية مضروبة بسبب المشاعر، تورم الساقين. واحد من شباب الله جاني في العيادة قال لي شوف رجولي يا دكتور سامي، والله اللي أشوف رجوله عنده انتفاخات بشكل توه شاب صغير بسبب تأثيرات الليريكا الخطيرة. ضعف في الانتباه والقدرة على التركيز، المشاكل في الكلى والحصوات والأملاح، استسلام للنوم، النوم القهري. هناك حوادث شنيعة جدا بسبب النوم القهري بسبب الليريكا. أنا جلست مع شاب قال لي والله في قصة بغيت أموت فيها، مرة سوق السيارة غيمت بسبب الليريكا والمهدئات، خالط لي مدري شو، عندي إشارة ورقيت رصيف وانفجر كفر السيارة وتعلقت السيارة توقفت. جاني واحد بيسعفني وقف على راسي أنا كأني في حلم، قال لي ايش فيك؟ أعطيته الجوالي وأنا يا الله اتحرك، قلت دق على فلان، قال لي شلون كم الرقم السري؟ قلت كم الرقم السري؟ الرقم السري كذا. خذ دق على واحد من الشباب فزع يعني ذكرت، ما دريت إلا خوي هذا جاء، ايش فيك؟ قال والله، قلت ما ادري وين في، يلا ساعدني. دفني انا والسياره، دخلنا شارع في الحي داخل كذا وانا مشغل مكيف في السياره، اخذ جوالي قال طيب، شلحني، اخذ جوالي والله سرقه ومشى. يقول جلست يا دكتور في السياره والله من الليل الى حر الشمس، طبعا السياره فضل بنزين وطفت السياره، صار المكيف حار، صرت اتصبب عرق، قمت وانا مختنق واني فيه، ذكرت كأني في حلم كابوس، 10 ساعات وأنا في السيارة من الليل إلى الظهر. حوادث شنيعة جدا ربما تفقد فيها حياتك بسبب النوم في أماكن خطيرة. طيب يا شباب، وش اللي يصير لو أخذ الإنسان جرعة زايدة من الليريكا؟ أول شيء بيصير عندك دوار، دوخة، عدم إحساس بالواقع، رعشة في الأطراف والعضلات وعدم التحكم، انهيار في الألياف العضلية، ربما يسبب لك تلف في الكليتين، عدم مقاومة الرغبة في النوم مباشرة، وهن شديد، ما تقدر توقف على رجولك، مشاكل في العيون، ما تشوف زين، اضطرابات في الكلام وبطء في اللسان، فقدان تام للدافع الجنسي. والله أذكر واحد جاني من الشباب مدمن ليريكا، يعني كذا يمسك راسه والله يا شباب يقول كذا ويصيح يبكي مثل الطفل. ايش فيك؟ قال زي النار هنا. يقول لي ايش فيك؟ عندك شيء؟ قال ليريكا. قلت كم؟ قال 20 25. انت مجنون انت. طبعا نقل للمستشفى الشاب هذا، حالة اسعافية، وفي حالات للأسف يا شباب ويا بنات وفاة، والله حالات وفاة بسبب سواء الليريكا أو غيره من المهدئات، إذا زدت أصبح لها أضرار خطيرة جدا. طيب وش اللي يصير لمستخدم الليريكا لما يتوقف؟ الأعراض الانسحابية للليريكا بعد التوقف كثيرة جدا، وربما يعني تحصل كلها لبعض الناس وبعضها لا، يحصل بعض الناس يحصل عنده بعض الأعراض النفسية، على رأسها القلق، اكتئاب، توتر، عصبية، صداع شديد، غثيان، الإسهال أكرمكم الله، أعراض مثل الأعراض الإنفلونزا كذا، زكام، وهن العظام، العضلات، تشنجات ورعشة، فرط التعرق الشديد. هذه الأعراض يمكن تصدي لها والتخفيف منها بواسطة مجموعة من الأدوية المناسبة اللي يصرفها لك الطبيب المختص. كم يبقى الليريكا في الجسم؟
الليريكا يتم الكشف عنه بواسطة تحليل البول أعزكم الله. ومثل ما نقول دائما في كل المواد المخدرات المؤثرات العقلية، بقاء المادة في الجسم ما له مدة محددة، يختلف يعني بحكم شدة الإدمان وبحكم مقاومة الجسم وتاريخ الإدمان وطبيعة حياتك ونشاطك وغيره. لكن في الغالب بالنسبة للليريكا ما تبقى في الجسم أكثر من الأيام معدودة، 3 أيام 5 أيام 6 أيام في الكثير بالنسبة للمستخدم البسيط أو المتوسط، وقد تمتد للي ماخذ جرعات عالية أو مدمن ثقيل إلى الأسبوع إلى 10 أيام بالكثير. كيف تكتشف مدمن الليريكا؟ خلونا ناخذ بعض العلامات بشكل عملي مع التحية للفنان الأخ الممثل فهد العمر. الكسل والتثاؤب والنعاس الشديد، الأرق والقلق، نوبات من الحزن، الخلط الذهني، صعوبة الفهم، ما يجمع، ضعف الذاكرة القصيرة والمؤقت، ذاكرة آخر يوم يومين، العينان الذابلتان، فؤاد يا ولد كذا، بطء وعدم وضوح في الكلام، اكتئابات وهبوط في المزاج، واحيانا ميول انتحارية. ايضا من العلامات المهمة في الليريكا اضطراب المشاعر، يوم قلقان متوتر ما يقدر يعبر عن نفسه، ما يقدر يقابل احد من الناس، اجتماع مناسبة او غيره، يوم الثاني او يمكن بعد ساعات تلقاه يا رجل مشاعر في العلالي مرة مفلل مزاج. والمشكلة هذه مي حلوة ترى، هذه يجيب فيها العيد. المشاعر الكاذبة ذي انك والله قوي وانك مروق وكذا، تتخذ فيها قرارات في بيتك مع زوجتك مع اولادك في وظيفتك، قرار مالي تفرط كذا وكذا، تجيب العيد. طيب انا تورطت في الليريكا، وش الحل؟ هل في علاج؟ نعم. علاج إدمان الليريكا يمر بمرحلتين، مرحلة سحب السموم، علاج الأعراض الانسحابية، وهذه اللي ذكرناها لكم الأعراض يمكن التعامل معها سواء كانت شديدة أو خفيفة بحسب الحالة. تبدأ الأعراض الانسحابية بعد يوم أو يومين وتستمر إلى أسبوع في الحالات الخفيفة والمتوسطة، وقد تمتد الأعراض الانسحابية إلى أسبوعين بالنسبة للحالات الشديدة. الطبيب المختص يساعدك في الطريقة العلاجية المناسبة، سواء بالتخفيف السحب التدريجي للمادة وهذا مفيد، أو إعطاء مواد بديلة حتى تساعدك في الأعراض الانسحابية لفقد المادة. تمام. أحيانا قد تحتاج إلى أدوية مساعدة، مثل إيش؟ مثل مساعدات النوم حتى تساعدك إنك تنوم بشكل حلو، مضادات الاكتئاب تزبط لك المزاج، مضادات أو علاجات الغثيان والباطنية، أو مضادات للتشنج إذا عندك تشنج أو غيره. المرحلة الثانية من علاج الليريكا مرحلة التأهيل، العلاج السلوكي المعرفي، تغيير الأفكار والسلوكيات، تعزيز المهارات، مهارات التعافي، التعامل مع المثيرات، الرغبات الملحة، الوقاية من الانتكاسة، الإرشاد الديني والنفسي والاجتماعي، حتى نصل إلى الدمج والعودة للحياة الطبيعية بدون الاعتماد على هذه المادة. وهذه المرحلة طبعا تمتد الأشهر، ما تجي بين يوم وليلة. أخيرا أتمنى أن لولو، قصدي مش لولو يعني برطونا والله، أن حلقة لولو حلقة الليريكا عجبتكم، اكتبوا لي تعليقاتكم تحت الفيديو، وأيضا شاركوني بآرائكم. لا تنسون الاشتراك في القناة، أعطونا لايك، والجرس المسكين هذا الخربان حاولوا تدقونه تشوفون لعل الله يهديه ويفتح عليه ويصلح. زين، ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من دوبامين، وحتى ذلكم الحين ارفعوا الدوبامين وأنتم سالمين. شكرا لكم.